عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا كويسين. اخباركم ايه؟ بصوا الجمال. بصوا. بصوا الحلاوه. وده لسه انا عاملاه دلوقتي حالا. ولسه في حتت تكسبون ما دابتش. وبصوا عامل ازاي. حلو جدا جدا. برسيل جل اوتوماتيك. حكايه 20 رتر. وهم وهم وهم. والاهم من كده، انا مش حاطه فيه السيماسول عشان الضرر اللي فيه. ما شاء الله المنتج معايا حلو جدا. وكمان استغليت وحطيت عملته بريحه الدوني. عشان ما احطش دوني في الغساله واخد احط مسحوق واحط دوني. بدل ما احط ريحه البرسيل حطيت ريحه الدوني. زي ما بيقولوا كده ضربنا عصفورين بحجر. بصوا الجمال. حلو جدا. انا عاملاه لون موف عشان انا بحب اللون الموف جدا. انت عايزه تعمليه اللون الازرق زي الشركه ما بتعمله، مفيش اي مشكله. ريحته خطيره وقلب البيت والمنتج تحفه. لما يكون معاكي بالشفافيه والتقل دوت وانا لسه عاملاه ولسه والله المنتج سخن. سخن ليه؟ عشان لسه المكونات محطوطه والصودا والكلام ده بتسخن شويه المنتج. يعني تاني يوم هيكون اتقل من كده وهيكون احلى من كده باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم. طب عايزين نعرف الطريقه والمقادير، هندخل على الفيديو ونتفرج عليه الاخر. ان عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي. بص يا حبايبي، نسمي كده نقول بسم الله وعلى بركه الله. بصوا انا معايا هنا كيلو الا ربع تكسبون. بصوا عامل ازاي. بحطاه في ميه وهقعد اقلب فيه لاما هنقعه لتاني يوم. لو انت مش عايزه تقعدي تقلبي فيه انقعيه تاني يوم. عايزه تجيبي الكيلو الا ربع دوت وتحطي معاه معلقتين 3 ملح وتقلبيه معاه كويس جدا لخام يبقى عامل زي الكريمه. وبعد كده تدوبيه في ميه اعملي. بس بيقلل من فاعليه التكسبون. ولما تيجي تقلبي بصوا شايفه الرغاوي، قلبي بالراحه عشان ما يقعدش يرغي كتير وبرضه الفاعليه بتاعته تضعف. فانت ممكن تنقعيه تاني يوم وخلاص. هنا معايا 150 جرام ملح صخري. دوبته في شويه ميه. وبرضه هفضل سايباه لغايه ما يروق خالص، ان ساعات الملح الصخري بنجيبه بيكون فيه شوائب. فمدوباه وسايباه لغايه ما يروق خالص، ولو فيه عقاره او اي حاجه اشيلها. حبايبي ده 10. دول حوالي مش 10 كمان، ممكن 8 لتر ميه او 10 لتر ميه. عامله بس رغوه كده ان المعلقه ديت مطرحها تكسبون. معايا 25 جرام تايلوس. التايلوس ده اهم حاجه. بصي بنرشرش ونقلب. ما ينفعش ان انتي تطلقيه مره واحده كده وبعد كده تبتدي تقلبي، لا هتلاقيه كلكع معاكي وما بقاش حلو. هيتعبك في ان انتي تقعدي تقلبي فيه كتير قوي. فاحنا بنرشرش ونقلب نرشرش ونقلب. لو في حد معاكي طبعا هيكون بيساعدك وهيكون احسن. بص انا بحط شويه صغيرين شويه صغيرين عشان مش حابه يكلكع معايا. مش عايزه افصل عشان بس اوريكي احنا بنعمل ايه. هتطلقيه مره واحده وتقولي اقلب هيكلكع معاكي وهتتعبش. بس طول ما انت بتقلبي كده هتلاقيه ابتدى يتقل معاكش. هخلص بقى ال 25 جرام وارجع لكم. حبايبي احنا خلصنا خلاص الكميه بتاعتنا. ونقلب بقى كويس كده شويه حلوين. هو كله داب معايا بس برضو زي ما اتفقنا اهم حاجه في عمليه تصنيع الصابون التقليب. يعني قلبي شويه ريحي، شوفي حد معاكي كده يقلب معاكي عشان ما يكتلش معاكي والوصفه باذن الله تبقى حلوه وفعاله. هقلبه شويه وارجع لكم. بصوا حبايبي معايا 750 سولفانيك او سولفانيك كده مظبوط. ومعايا 275 صودا سايله. لو ما عنديش صودا سايله وما عندي صودا قشور هاخد نص ال 275. وهنزل وهقيس البي اتش بتاعي. بسم الله. انا عايزه البي اتش بتاعي يكون على بسم الله الرحمن الرحيم يكون على 8. بس مش اول ما احطه هقيس البي اتش بتاعي. يعني مش اول ما هحطه هقيس البي اتش بتاعي. انا هحط دلوقتي لتر ميه
هنا معايا. طبعا احنا الميه دي بنقيسها او بنقيسها من ال 15 لتر اللي احنا هنعمل بيهم الوصفه بتاعتنا. هقلب كويس جدا جدا وبعيد عن الرغوه. هنقيس البي اتش بتاعنا، هنجيب ورقه البي اتش وهنقيسها. بسم الله. لا بصوا البي بتاع الاتش بتاعنا عالي جدا. بصوا لونه ده كده على 14. يبقى انا كده هزود نقطة سلفانيك. لو البي اتش بتاعي اقل من 8 هحط صودا، لو عالي هحط سلفانيك. فانا كده عالي قوي معايا، بس هصبر شوية كمان ان هو سخن فهينزل معايا درجة درجتين. لما يبرد هقيسه واظبطه على 8. يا حبايبي هنا التايلوس واحنا بنقلبه، وهنا معانا التكسبون. هعمل ايه؟ انا يعتبر ده بنسبة بصوا 90%، بس فيه كتلتين 3 كده. فانا هعمل ايه؟ كده كده انا عمالة بقلب في التايلوس وعمالة بقلب معايا في التكسبون، فهحطهم هما الاتنين، وبحيث ان انا بقلب حاجة واحدة بس. يعني ابقى بقلب حاجة واحدة بس، ما بقاش بقلب كذا حاجة. انا بنزل كل الكميه، مش عايزه اسيب تنتوفه. كل دي خامات وكل دي خامات بفلوس. بصوا انا جايبه عصايه طويله عشان اقلب براحتي، ما يبقاش في معايا اي حاجه او احتماليه ان هي تيجي على ايدي. انا عدلت البي اتش بتاع الصودا بتاعتي. بسم الله. عدلتها على 8. ما تقلقيش من الرغوه ديت، هنحط دلوقتي الانتي فوم وكل الرغوه ديت هتروح معانا، ما تقلقيش. طبعا لو غساله عاديه او فوق اوتوماتيك مفيش مشكله، ما تشيليش بقى الرغوه ديت. انا هوريكي دلوقتي حالا. بصوا حبايبي الرغوه عامله ازاي. طول 30 جرام انتي فوم، ممكن تدوبيهم في ميه، بس انا كده كده. بصوا شايفه الرغوه ابتدت تنحصر وتقل ازاي. كده كده انا هقلب هنا، فمش محتاجه ان انا اقلب في ميه بره. بصوا الفوم هيتي ازاي وهيروح دلوقتي خالص مجرد ما هتقلبي كويس، مش هتلاقيه. طبعا ده بالنسبه زي ما اتفقنا للغسالات الاوتوماتيك، لكن انت لو غسالتك عاديه او فوق اوتوماتيك مش هتحطي الانتي فوم، ده بالعكس هتحطي معزز رغوه. البيبي فور هتحطيه عشان تعززي معاكي الرغوه. بصي الرغوه ما بقتش موجوده وهتختفي خالص. هقلب بقى كويس عشان ادوب التكسبون كويس جدا جدا. مش عايزه اي كتله فيه، انا قلت عشان يبقى كله بقى تقليب واحد ومره واحده، ان طبعا انا محتاجه ان كل حاجه اقلبها كويس. فلما اقلب كله مره واحده ده بالنسبه لي كده احسن. القوام بتاعه ما شاء الله حلو قوي، مع ان بصوا في حتت لسه تكسبون دايبه، مش فارق معايا قوي. على بكره الصبح اساسا كل دوت هيكون داب. معايا 25 جرام جيلايكو. ومعايا 62.5 جنبلان. بنزل كل حاجة عشان دي تعتبر مقادير زي كده ما بتعملي الكيكة، فلازم تكون المقادير بتاعتك مظبوطة جدا جدا جدا.
يعني لازم المقادير بتاعتك تكون مظبوطه. زي ما اتفقنا انا ظبطت البي اتش بتاعي على 8. طب نفترض ان انا البي اتش بتاعي اقل من 8، هحط معلقه صودا. اكتر من 8 هحط معلقه سلفونيك. وانا بعمل التعادل دوت حطيت معلقه ملح ليمون على نص كوبايه ميه وحطيتها. لو فاكرين الملح اللي احنا متوبينه اللي هو الملح الصخري مدوبه. انا بس عايزه اوريكم القوام بتاعه، وده لسه ما دابش قوي. بصوا القوام بتاعه حلو جدا جدا. خلاص معايا 150 جرام ملح. الملح ايه لازمته؟ الملح عشان يتقل لي الوصفه. باحط واقلب، احط واقلب، وانتي بتقلبي كده هتشوفي وهتحسي ان الوصفه بتاعتك تقلت، بس ما نكترش. بصوا تقلي ازاي. فانا ممكن خلاص مش هحط ملح تاني، ان انا ممكن ازود الملح الوصفه بتاعتي تفصل. بصي انا برضو ما قلبتوش لسه كويس، وبصي الوصفه تقلت معانا. انزل بصي عامل ازاي. بصي مش سايل ميه. هقلب بقى الكلام ده كله كويس جدا جدا. طب واحنا بقى بنقلب نستغل موضوع التقليب دوت. نقلب هنحط اللون بتاعنا. لو انتي في البيت ممكن ما تستخدميش اللون، يعني في البيت معاكي ممكن ما تستخدميش اللون، هو المتعارف عنه ان بيكون لونه ازرق، بس انا ايه حبيت اغير اللون شويه. بصي اللون موف شويه. بصوا شفاف ازاي. بصوا زي ما اتفقنا انا دلوقتي عامله لون اهو في العلبه وما خدتوش كله. هقفل العلبه وهحتفظ بيها، وهحتفظ باللون في وصفه تانية، سواء بقى صابون سائل او صابون قطع او صابون وش. دي كلها الوان مايكا. بصي تقيل معانا ازاي ما شاء الله، حلو جدا جدا جدا. اوريكي تقله ولسه الشفاف تحته عامل ازاي. بصي وده لسه معمول دلوقتي حالا، ولسه فيه شويه تيك صابون ما دابوش، يعني على تاني يوم الصابون ده ما شاء الله تبارك الله عليه. هنحط ايه المعطر اللي احنا هنحطه؟ انا عايزه استغل عصفورين بحجر. فبدل ما هحط هنا ريحه برسير انا هحط ريحه دوني 50 جرام، وحسب نوع العطر بتاعك. يعني العطر بتاعك لو قوي، انا ده اسباني، ف50 جرام على ال15 رتر حلو جدا جدا جدا، ريحته هتبقى بالنسبه لي حلوه. حاسه ان الريحه بتاعته قليله، حطي 100 جرام. خلاص. الفكره في ايه؟ الفكره ان انا البرسيل بتاعي نفسه هيبقى بريحه الدوني. لو انا ما عنديش دوني او مش عايزه احط دوني او عايزه اعزز ريحه الدوني. بصي الريحه ما شاء الله. مش عايزه تحطي دوني وعايزه تحطي ريحه البرسيل برضو بتتباع. بصي الصابون بقى عامل ازاي ما شاء الله علينا. على فكرة الوصفة ديت أساسها المفروض إن أنا أكون حاطة 100 جرام سيماسول، بس السيماسول يا جماعة مضر. لا قدر الله بيجيب سرطان. حتى لو بيتقال إن الوصفة بتتحط في الغسالة الأوتوماتيك ما بتحطيش إيدك، بس وارد وأنا بصب وأنا بحط وأنا بعمل وأنا شغالة دلوقتي إيدي هتيجي عليه. طب ليه مش محتاجة؟ ممكن نحط مكانه فاتي كحول. المفروض ان انا احط فاتي كحول، بس انا الصراحة ما عنديش. فانا ان شاء الله بكرة هجيب 50 جرام او 100 جرام فاتي كحول واحطه على المنتج بتاعي. وممكن كمان ما احطش خالص وهيبقى حلو جدا جدا. يعني انا ممكن ما احطش خالص. ناقص ايه بقى؟ ناقص ان انتي تحطي مادة حافظة. ممكن تحطي مادة حافظة اللي هي الفينوكسي. انا مش عندي الصراحة وما بحطهاش كتير عشان الكمية ديت مش هتقعد.